كأن لم تغن بالأمس، كأن حياة لم تقم هنا آلاف السنين، وكأن بشرا لم تطأ أقدامهم تلك الخرائب. قد يصعب تصديق أن تكون هذه حمص ثالثة حواضر الشام وحاضنة التراث الإنساني والتنوع العابر للعصور، لكنها هي أو قل ما تبقى منها بعد 5 سنوات من سحق نظام الحكم لها ولغيرها من المدن والبلدات السورية. تبدو المفارقة صارخة بين جودة التصوير وبشاعة الصورة. إنها عدسات روسية فائقة الجودة مثبتة بطائرة تصوير عصرية لتشهد وتشهد العالم على شكل الدمار عندما يكون بدعم روسي وغطاء دولي يحمل شعار التنسيق، ولتقول لمن تبقى من السوريين هذا ما ينتظركم، وإلا فالبحر أو طوابير اللجوء. لعله جانب من فصام الحضارة الإنسانية المعاصرة حين تقودها تراعي شكليات المبادئ وتهدر حقائقها. فتحت مسمى الشرعية الدولية ومنذ نصف عقد مضت الخطوات باردة حتى الجمود سعيا لوقف مذابح نظام الأسد، ولمراعاة شرعيتهم تلك ترك الإنسان والعمران جميعا نهب ثقافة إبادة توارثها حكام عن أسلافهم. لكن كثيرين رأوا في المقاطع المتداولة بكثافة في الأسابيع الماضية ما يتجاوز الرصد الإعلامي إلى حدود الشماتة غير الأخلاقية. انطباع تأكد لدى البعض حين نشر هذا المقطع الشبيه بسابقه والملتقط بعدسة شخص روسي أراد أن يوثق دمار جامع خالد بن الوليد ومحيطه بقلب المدينة المنكوبة، دون أن يعرف بالتحديد ماذا كان يفعل في حمص بين تلك الأطلال. مفارقة أخرى تجسدها هذه الصور بين ما فوق الأرض من دمار ونكبات وما يحويه باطنها من رفات قائد كخالد بن الوليد. استعراض العدسات الروسية لدمار حمص لا يضاهيه إلا ما تداوله ناشطون على مواقع التواصل من صور لبعض جنود الأسد محتفلا بزفافه بين أنقاض المدينة. وصفت هذه الصور بما يشبه الرقص على دماء السوريين. ليس أشبه بصور خراب حمص إلا تلك الصور الشهيرة التي نقلت للعالم خراب برلين الذي شارك فيه الروس بالمناسبة عام 45 من القرن الماضي. كان الأمر آنذاك مفهوما ربما، فقد كانت الحرب عالمية لم تكوي بنارها العاصمة الألمانية وحدها، على أن تشابه خراب المدينتين يحمل بدوره عدة مفارقات. فها هي حضارة الإنسان تسمح مجددا بمآس كونية كهذه، لكن شتان بين حاضرة ألمانية مدمرة تداعى الجميع لإعمارها وإعادة أهلها إليها أو من بقي منهم، وبين حاضرة سورية تواطأ الجميع على محوها عن الخارطة وترك أهلها نهب اللجوء